للزعيم الليبي معمر القذافي 8 أبناء، لكل واحد منهم اهتماماته الخاصة والأقاويل الكثيرة التي تدور حوله. من هي عائلة القذافي الذي يحكم ليبيا لنحو 42 عاما؟ الإجابة في التقرير التالي. عائلة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تنحدر من قبيلة القذاذفة، والقذافي الذي يبلغ من العمر 69 عاما تزوج مرتين. الزوجة الأولى كانت فتحية خالد وأنجب منها ابنه محمد، والثانية هي الممرضة السابقة صفية فركاش التي أنجب منها 7 أبناء. وظهرت امرأة ثالثة في حياة القذافي بحسب وثائق ويكيليكس، هي ممرضته الخاصة. أكبر أبنائه محمد، وهو من الزواج الأول، هو مهندس ولا يحمل أي صفة عسكرية بخلاف إخوته، ويدير مجالس إدارات قطاع الاتصالات. سيف الإسلام هو الابن الأكبر من الزواج الثاني، وهو مهندس عرف برئاسته لمؤسسة القذافي العالمية. الساعدي معمر القذافي، ويعرف عنه ولعه بكرة القدم، حيث أنه مساهم في رأس مال ناديه المفضل يوفنتوس، ويقال إنه أهداه $1,000,000 فرحا بانتصاره في الدوري الإيطالي، وهو يرأس المنتخب الليبي فضلا عن قيادته لكتيبة مسلحة. معتصم القذافي هو مستشار الأمن القومي، ويرأس أقوى كتيبة مسلحة في البلاد. هانيبال معمر القذافي مستشار الشركة الليبية للنقل البحري التي تحتكر تقريبا نقل الوقود الليبي. اعتقل وزوجته في جنيف بتهمة سوء معاملة خادميهما الخاصين، مما أدى لاحقا إلى أزمة دبلوماسية بين طرابلس وبيرن. عائشة القذافي محامية تحمل رتبة فريق في الجيش الليبي، ولعبت دور الوسيط بين بلادها ومؤسسات الاتحاد الأوروبي. خميس معمر القذافي يحمل رتبة نقيب ركن، وهو قائد اللواء 32، وتتمركز كتيبته في بنغازي مهد الاحتجاجات. سيف العرب القذافي هو أكثر أبناء القذافي بعدا عن الأضواء، ويقضي أغلب فترات حياته في ألمانيا. نيفين